بيان إلى الرأي العام: إن ما يحدث في سوريا مرتبط بالوضع الدولي والإقليمي، كونها تضم القوى العظمى المتصارعة ذات المشاريع والأطماع الاستعمارية كالدولة التركية العثمانية. هدفها هو القضاء على مشروع الإدارة الذاتية واحتلال أراضي جديدة في سوريا، وبالتالي إحياء داعش عن طريق جبهة النصرة المصنفة على لوائح الإرهاب الدولية. واليوم نرى سيناريو عام 2018 يتكرر مرة أخرى بحق أهلنا بشهبة وتل رفعت التي أودت بعشرات الآلاف من المهجرين، بينهم نساء وأطفال رضع. وإن هذا الهجوم يوحي إلى خطة واعدة منذ زمن طويل، واليوم تم تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بتاريخ 28/11/2024. فإن هذه الأعمال العدوانية والإجرامية التي تقوم بها جبهة النصرة الإرهابية بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية والأخلاقية، وهذا ليس بجديد عليها، فتاريخها مليئا بالمجازر بحق المدنيين والنساء والأطفال والإبادات بحق الشعب عامة. لذا نحن كتنظيمات نسائية في إقليم شمال شرق سوريا، كمنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة ووقف المرأة الحرة في سوريا ومجلس المرأة في المؤتمر الإسلامي الديمقراطي وكل امرأة حرة، ندين ونستنكر اعتداءات الدولة التركية ومرتزقتها على مناطق حلب وشهبة وتل رفعت، وندعو كافة النساء إلى تبني نضال عالمي وموحد للوقوف بوجه هذه الهجمات الإرهابية. كما ندعو كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي والدول الضامنة وجميع المنظمات النسوية المعنية بالمرأة بالتدخل السريع لتأمين لوازم المهجرين قسرا من مناطقهم وتقديم المساعدات لهم، والعمل على إنهاء هذه الجرائم والانتهاكات ووضع حد لهذه الممارسات اللا أخلاقية بحق الشعوب. منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة، وقف المرأة الحرة، مجلس المرأة في الإسلام الديمقراطي، 4/12/2024.